النهارده بقى هنشرح variables و data type. طيب يعني ايه variable؟ ال variable ده هو اسم بنحطه عشان نخزن فيه قيمة، ولما نيجي نستخدم بعد كده بنستخدم اسم ال variable مش القيمة اللي احنا حطيناها فيها. يعني مثلا لو احنا قلنا عايزين اسم variable بنسميه name، ده اسم ال variable. بنعمل equal، عايزين نحط فيه القيمة. النيم ده text، فالتكست اللي هو النص بيتحط بين double quotation، نكتب فيه مثلا ياسمين. ده كده النيم دي اسم الفاريبل، عملنا equal وحطينا فيه القيمة بتاعته. طيب عايزين مثلا ناخد age مثلا، equal ال age دوت رقم integer مثلا، فهنكتب فيه 20. كده دوت ال age ده الفاريبل وال20 ده القيمة. بعد كده عايزين ايه؟ بعد كده عايزين نقول له مثلا اطبع لي print النيم. لو عملنا run بايثون first dot طلع لي مين؟ ياسمين. دي هي لو كتبنا print كتبنا بين دبل كوتيشن ياسمين، بدل ما نعمل كده لا بنعوض عنها بالفاريبل ياسمين ياسمين. لو قلت له اطبع لي الage 20، ده كده الفاريبل. يبقى هو اسم حاجة بنحط فيه القيمة اللي احنا عايزين نخزنها، وبعد كده بنعوض بيها. طيب في حاجة عندنا اسمها داتا تايب. ايه هو الداتا تايب؟ الداتا تايب ده نوع المتغيرات عندنا. في عندنا حاجة اسمها integer، وعندنا في حاجة اسمها string، ده اللي هو التكست أو النص. integer ده الرقم الصحيح، float ده الرقم العشري، وبوليان اللي هو ايه؟ اللي هو true أو false. بتتكتب كده فول. ماشي. لو احنا عندنا بصينا على المثال ده، هنا ال A فيها 10. طب ال10 دي ايه؟ ده رقم صحيح يعني integer. طب ال B فيها 3 و14، ده رقم كسر يعني float. السي فيها هيلو ما بين دبل كوتيشن، دي معناها string. الدي فيها ترو، دي بوليان ترو او فولس. طيب لو احنا مش عارفين ده انتجر ولا فلوت ولا string ولا بوليان، في عندنا حاجة اسمها function. دي function اسمها type، بنستخدمها عشان نقدر نجيب نوع المتغير عندنا اسمه ايه. فاحنا كده بنكتب print type ايه، ولو رنينا في التيرمينال هيعرف لنا، هيقول لنا ان دي لما بدل 10 دي انتجر. البي اللي هي 3 و14، المفروض هنا البي يعني نشيلها ونحط 3 و14. ده فلوت. السي دي معناها ان هنا نعوض عنها بهنا، بس هو بيفهم وبياخد بيروح يبص على السي ويجيب الهيلو ويحطها هنا. ده سترينج. الدي اللي هي ترو، دي بوليان. ماشي. طب لو احنا حاولنا مثلا نجمع ما بين رقم ونص وتكست، هنعمل ايه؟ هنجيب variable اسمه مثلا ايه، وهنحط فيه 10، وهنجيب variable تاني اسمه b، وهنحط فيه مثلا كلمة apple. طيب عايزين بقى نبرنت 10 apples، فاحنا هنعمل print، هنقول له ال a plus ال b. طيب لو رنا دلوقتي هنشوف هيحصل ايه. ده الايرور. طب ليه الايرور ده؟ عشان احنا ما ينفعش نجمع string على ايه، على integer. لازم نحول الانتجر ده لسترينج عشان نجمعهم على بعض. فهنا هنستخدم
الانتجر نحوله لسترينج. نحوله ازاي؟ نحوله بحاجة اسمها، نعمله كده، نكتب سترينج ورقم والايه والفاريبل بتاعنا، فإن نكتب له سترينج قبلها. لو رنينا بالمنظر ده طلع لي فعلا 10 apples. ماشي. طيب لو عايزين نحول string ليه انتجر مثلا، يعني لو عندي بي مثلا، لو عندي x equal 20 بس ما بين دبل كوتيشن، دي معناها string. طب لو عايزين نحولها بقى الانتجر نعمل ايه؟ نقول له ان num equal int ونحط الاكس، كده حولناها الانتجر. طب لو عايزين نحولها لفلوت نقول له num2 equal float x. لو قلت له print فعلي التايب بتاع الاكس، بتاع الاكس، وفي نفس الوقت نقول له اطبع لي التايب بتاع النم والنم 2، النم والنم 2. لو جينا رنينا فعلا طلع لي الاكس بسترينج، النم انتجر، النم 2 بفلوت. كده حولنا الاكس اللي هو اصلا كان سترينج لانتجر، بنستخدم انت وبعد كده قيمة الفاريبل والفلوت وقيمة الفاريبل. احنا دلوقتي لو عايزين ناخد بقى من اليوزر اسمه مثلا، فبناخدها بحاجة اسمها ايه؟ ناخدها بحاجة اسمها input. يعني بنقول له ايه؟ احنا بنقول دلوقتي احنا هناخد من اليوزر الاسم مثلا وهنحطها في variable، فالفاريبل ده يبقى ايه؟ يبقى مثلا name، name of name user مثلا. هاخدها بحاجة اسمها input وهقول لليوزر، هطلع له رسالة enter your name بس. كده احنا خدنا enter your name دي بتطلع على التيرمينال، واحنا بنقدر ندخل حاجة من اليوزر، يعني بندخلها بتروح تتحفظ في النيم يوزر. يعني احنا لو رحنا بقى طبعنا print name user او user name، يعني نخليها user name احسن، user name. لو رحنا طبعناها طلع لي ايه؟ enter your name، جبت له ياسمين. بعد كده قال لي ايه؟ ده النيم، ده الياسمين دي هي ناتج برند يوزر نيم. يعني احنا هنا مثلا لو قلت له my name، قلت له مثلا، طلعت له بس التكست كده عشان يطلع فيها my name is، وقمت عاملة كوما، كوما دي ع- بعملها وبعد كده بكتب له الاسم الفاريبل عشان هنا يبقى اسم الفاريبل وهنا التكست ده بيطلع. بعد كده رنيت تاني enter your name، قلت له احمد، قال لي my name is احمد، my name is احمد. كده احنا قدرنا ناخد من اليوزر آه، قيمة وحطيناها في variable. طب مثلا عايزين ناخد ال h equal، ناخدها ب input. ماشي، enter your age، وهقول له print my age is، وهناخد ال age دي هي الفاريبل اللي احنا سجلناه هنا،
وهنا هيطلع هيتعوض عنه بالقيمة اللي احنا دخلناها. هنا قال لي دخلي النيم، قلت له ياسمين. قام طابع لي ماي نيم از ياسمين. دخلي الاتش، قلت له 20. قال لي ماي ايج از 20. بس هنا في غلطة. ايه هي الغلطة؟ احنا لو قلنا له برنت طيب في اتش، شوف كده يطلع ايه. خلينا مثلا ايه وقفنا دي عشان الوقت. 20. قال لي ايه بقى؟ my age is 20 بس الكلاس string. طب هي الايدج دي اصلا مفروض الرقم اللي اتحط فيها يبقى string؟ لا، المفروض يبقى input integer. يبقى احنا هنا عايزين نحول القيمة اللي احنا هناخدها من اليوزر لايه، لانتجر، بدل ما ناخدها string. فبنقوم قبل الانبوت هنا بناخدها as integer، نفتح قوس ونقفله. يبقى احنا كده واخدينها as integer. لو عملنا رن تاني، ويني قال لي ايه كلاس انتجر، كده الايدج منطقية اللي هي انتجر. لو عايزين نعمل بقى دلوقتي ان احنا ناخد رقمين من اليوزر ونجمعهم على بعض، نعملها ازاي؟ هناخد variable، نستخدم variable اسمه مثلا x equal. عايزين ناخد رقم، ناخد رقم ناخده ازاي؟ الانبوت ده بيرجع لي string، فاحنا هنستخدم int ده طيب int، ونحول الانبوت اللي جواه ده. هناخد بقى input وهنقول له enter the first none. ماشي، برضو الواي احنا عايزين ناخد رقمين. الواي برضو اللي احنا لو دخلنا بالانبوت بس، لو كتبنا الانبوت بس كده في الاول وقلت له enter the second none، ده هيدخل لي كده. هاخد string، وطبعا جمع string على integer غلط. واصلا يعني احنا من المنطق ان احنا ناخد رقم، فاحنا ناخده integer، يعني ناخده كرقم مش كstring. فاحنا بنحوله من string الانتجر، اللي احنا نستخدم انتجر قبل كلمة input عشان ناخد الرقم كانتجر مش string. بعد كده اقول له print ده sum مثلا، ده sum ما بين double quotation عشان احنا دلوقتي هنطلع الجملة دي as a string as a text لليوزر. equal كوما، كوما دي عشان نقدر نجمع اللي بعد كده على الكلمة دي x plus y. عايزين نرن، بيقول لي دخلي أول رقم 20، دخلي تاني رقم 30، the sum equal 50. بكده احنا شرحنا ال variables وال data type وخلصنا.